السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. معكم مريم، قناه شمال المتنوعه. اليوم جبت لكم كيكه الفلان. خليكم معايا في المقادير وطريقه التحضير. هنا غنعملو من الاحسن نستعملوا هذا الخلاط. غنعملو كاس الحليب، من الاحسن يكون بارد، القياس بكاس العنبه. عندي الفلان العادي، هنا عندي الفلان ديتشينو، غنستعملو الفلان ديتشينو العادي، واحد الساشيه. هاد الخليط اللي غنعدل غنقسموه على جوج. غادي نعمل هنا كاس السكر، غنزيد عليه معلقه ونص كبيره حليب بودره. انا غنخلي لكم مقادير مكتوبه في صندوق الوصف. وعندنا واحد الساشي فاني، وغنخلطو واحد 5 دقائق هيداك. ومن بعد غنبداو نزيدو كاس مع مرشة الزيت، ولكن الزيت ما غنرميوهاش دغيا، غنبداو نزيدوها دفعات، يعني بشويه بشويه وحنا كنخلطو باش ديك الخليط ديالنا من بعد غيعقد وغيشبر راسو. وما خصناش يكون ثقيل بزاف، الا حسيناه بدا كيتقل بزاف نوقفوا الزيت، لان على حسب السكر. عليها قلت لكم كاس مع مرشة الزيت. صافي غنبقاو نخلطو نتوما غتشوفوا غيبدا يتقل معكم. انا بالعاني ما بغيتش نزرب الفيديو بزاف، خليت الفيديو مصور باش تشوفوه غيبدا يتقل، باش غنحصلوا على ديك الكريمه اللي غادي نزينو غنعملوها الطبقه الاخريه ديال الكيكه. صافي هنا باقا كنزيد حيتاش عاد غيبدا يجمع راسو. صافي هنا ملي يجمع راسو هانتوما كتشوفوا القوام ديالو. صافي هنا غادي ندي منه كاس العنبه. صافي غندي منه ديك الكاس وغادي ندخلو للثلاجه، نخليه يبرد على خاطرو حتى كتخرج لي الكيكه من الفران، وتبرد على خاطرو وترجع بارده مره. ها كنعملوا له ديك الكريمه ديالو. هنا اللي غيبقى لنا في الخلاط غيجي خير ربي، ما تخافوش. غادي نعملوا عليها 2 بيضات بدرجه حراره المطبخ. غنطربوا واحد شويه، غنزيدوا على الخليط. هنايا غنغربل كاس ونص د الطحين، من الاحسن نغربلوه. وغنزيدوا معلقه صغيره د خميره الحلوى. صافي وغنشبر ديك الخليط وغنخويه على ديك الدقيق ديالي والخميره. غنخلطو مزيان 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 مزيان. الفران هنا عندي كيسخن على درجه حراره 170 من تحت ومن فوق، ولكن الكيكه غندخلوها غير من تحت في الرف الوسطاني. المده ديالها ما بين 40 حتى 50 دقيقه. كنردوا لها البال مزيان غير من تحت، ما كنشعلوش من فوق. انا عملتها في الطاوه هذه، غندهنها بالزيت وغنفرغ الخليط ديالي كما قلت لكم 40 حتى 50 دقيقه غير من تحت 170 درجه في الرف الوسطاني. ملي كتخرج كنخليوها تبرد تماما، عاد كنزوقوها بديك الكريمه اللي عدلناها في الاول وخليناها تبرد. نقدروا نزيدوا عليها خطيطات الكراميل، خطيطات الشوكولات، لوز ايفيلي. خليوها كما هي. نتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاكم في فيديو جديد. مع السلامه.